طلب القاضي، لكنه فعل ما طلبه منه وذهب مسرعا ليحضر حفنة تراب من ذلك المكان الذي أقرض فيه جاره 1000 درهم. مر الوقت ولم يرجع الجار الطيب، فبدأ القاضي ينظر إلى الجار اللئيم، وفجأة سأله وقال: لقد تأخر جارك كثيرا، فهل تعلم لماذا تأخر ولم يرجع إلى الآن؟ ودون أن يفكر الجار اللئيم أجاب قائلا: إن ذلك المكان الذي ذهب إليه جاري يبعد عن هنا كثيرا. عندئذ ضحك القاضي وقال: الآن أثبتت لي صدق ما ادعاه جارك، وأنه قد أقرضك 1000 درهم. ارتعب الجار اللئيم ثم قال: وكيف يكون ذلك يا سيدي القاضي؟ قال القاضي: لو كان جارك كاذبا وأنه لم يقرضك شيئا كما تقول، لما عرفت المكان الذي ذهب إليه جارك ليحضر منه حفنة من التراب، فإن ذلك المكان هو نفس المكان الذي أخذت فيه المال من جارك. وبذلك استطاع القاضي زهران أن يثبت حق الجار الطيب، وأمر بسجن الجار اللئيم حتى يرد المال الذي أخذه من جاره. القضية الثانية: يحكى أن رجلا عجوزا ركب حماره وذهب إلى السوق ليحضر كيسا من الدقيق إلى بيته، وعندما وصل إلى السوق اشترى كيسا من الدقيق، وكان ذلك الكيس ثقيلا، فساعده أحد الرجال الأقوياء ورفع كيس الدقيق من على الأرض ووضعه على ظهر الحمار. ثم ركب الرجل حماره وأمامه كيس الدقيق وانطلق إلى بيته، وفي طريق العودة تعثر الحمار فوقع كيس الدقيق على الأرض، فلم يستطع الرجل العجوز أن يحمل كيس الدقيق ويضعه على ظهر الحمار مرة أخرى. وبينما هو كذلك مر عليه شاب قوي، لكنه كان سمجا وتافها، فنظر إلى الرجل وقال له: ما الذي يوقفك هنا أيها العجوز؟ قال الرجل للشاب: لقد ذهبت إلى السوق واشتريت كيسا من الدقيق، وبينما أنا عائدا إلى بيتي تعثر الحمار فوقع كيس الدقيق على الأرض، ولم أستطع أن أحمله على ظهر الحمار مرة أخرى. قال الشاب: أنا أستطيع أن أحمل ذلك الكيس وأضعه على ظهر الحمار مرة ثانية، ولكن ماذا سوف تعطيني مقابل ذلك؟ قال الرجل العجوز: لا شيء. فحمل الشاب كيس الدقيق ووضعه على ظهر الحمار